الرئيس الموريتاني ينقلب على تبون من الرباط. تبع للأخير حتى نعطيك حيثيات هذه القضية التي لم يركز عليها الكثيرون ومرت مرور الكرام تقريبا. تعرفوا بأنه في الأيام الأخيرة كان الرئيس المعين عبد المجيد تبون في زيارة إلى موريتانيا، وكان إعلام النظام الجزائري، والنظام الجزائري قال لك باللي هذا انتصار كبير، وبأن النظام الجزائري انتصر في سباقه مع المغرب من أجل استمالة موريتانيا، وفي قضية الصحراء، وفي قضية هذا التكتل تاع اللي سميناه وقت تكتل زوج وربع، يعني اللي حاول النظام الجزائري يدخل في موريتانيا فيه ورفضت. ولكن في الساعات الأخيرة حدث قضية، وهي زيارة وصفت بالخاصة للرئيس الموريتاني ولد الغزواني. إلى أين؟ إلى الرباط العاصمة المغربية، ساعات بعد مغادرة تبون موريتانيا عائدا إلى الجزائر منتشيا قال لك بانتصار كبير. ولكن ولد الغزواني ذهب إلى موريتانيا ليس في زيارة رسمية، أولا لقضية علاج، لأن الزوجة تاعو فرد من العائلة أين تلقت علاجها؟ في الرباط، ليس في أحسن منظومة صحية في إفريقيا كما قال تبون. وهذه بطبيعة الحال صفعة كبرى للنظام الجزائري والتبون اللي يقول لك أحسن منظومة صحية في إفريقيا وإحنا قطب وقوة ضاربة وقوة إقليمية. إذا لماذا الرئيس الموريتاني اللي قلت في الساعات الأخيرة بأنكم قمتوا باستمالته يذهب إلى الرباط؟ بالإضافة إلى القضية الرمزية، معناتها أنه دائما يبقى اختيار المغرب على حساب الجزائر. معناتها أنه النظام الجزائري مهما حاول شراء المواقف يبقى فاشل دبلوماسيا، ويفشل حتى في شراء مواقف دول مهما كان موريتانيا تبقى دولة يعني ليست بالدولة الكبيرة جدا. ولكن أين هي أحسن منظومة؟ وإحنا نرى يعني المنظومة الصحية الجزائرية بأنه كارثة كبرى، بأنه المستشفيات الجزائرية مزابل. فكيف أنه مثلا رئيس موريتانيا أو عائلته سيعالجون في المستشفيات الجزائرية؟ ولهذا اختاروا المغرب على حساب الجزائر، وفشل آخر للنظام الجزائري بلا وزن له بلا مواقف دبلوماسيا وعلى المستوى المنظومة الصحية، والله المستعان.